خلاه طلع له، يقوم عبد الله الجدي نازل من المنور على المواسير بتاعت الصرف الصحي من الدور الرابع للدور الارضي، وينزل من المنور يخش مدخل البيت تاني، يبقى هو اللي ورا شراره، ويطلع على السلم على طراطيف رجليه ورا شراره لحد الدور الثالث، رصد من ظهره. تخيل يعمل ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست الاشياء. النهارده لو هنتكلم عن مسجلين القاهره، هنتكلم عن مسجل شقي خطر فئه الف مصطفى الترماي. كان في فتره من الفترات اللي يسمع اسمه لازم يستخبى. النهارده هنعرف حكايته من البدايه للنهايه. شبرا وائل زي ما انت عارف في الثمانينات والتسعينات كان فيها يعني عمد للاجرام والاشقيه في مصر. اول ما تذكر شبرا هتلاقي يقول لك عبد الله الجدي، مصطفى الترماي، علي كفته. دي الاسماء اللي مشهوره جدا في تاريخ شبرا مصر. مصطفى الترماي مواليد 1960. لا كان دلوقتي كان عنده 65 سنة لو كان عايش، هو رحمة الله عليه. اسمه مصطفى محمد أبو زيد. كان مواليد شارع عزيز خليل في شبرا، وده متفرع من شارع الورشة. شارع الورشة مشهور جدا في منطقة الساحل. يمكن المنطقة دي كانت طلعت شباب اللي هو من جيل مصطفى واللي اقدم منه. شباب اوائل كانت شباب شعبيه، ناس ما بتجيش على بعضها، كانوا هم اشقيه ويعملوا مشاكل، ولكن بس ما يجيش على ابن منطقته. ما يجيش على ابن منطقته. اللي هو كان اللي كان بيدور بقى ساعتها انه ممكن تلاقيهم في مشكله في منطقه تانية، يلموا بعضهم ويروحوا يتخانقوا في منطقه تانية، يعملوا مشاجره في منطقه تانية. طبعا كل الكلام ده خارج عن القانون، ولكن كانت ساعتها هم دول بقى اللي هي الاشقيه بتاعه الشارع. زي دول الحقبه اللي هي جت، اعتبرها ان بعد زمن الفتوات الناس دي المفروض اللي هي بتحل بين الناس في الشارع والكلام ده كله. مصطفى يعني ما شاء الله حاجه، بيقول لك كان حاجه ضخم جدا، قوي البنيه، كان خارق، يعني عنده قوه كبيره. يمكن لو مسك واحد كده، بيقول لك يعني لو مسك واحد كده بايديه ممكن يخلص في ايده. سمعت ان هو مش عارف كان بيفطر بكام رغيف وبتاع. يقول لك كان بيفطر ب 15 رغيف الصبح في الفطار بس. في الفطار يضرب كده الصبح 15 رغيف. ده اصحابه لما نزلنا شبرا كانوا بيحكوا لنا يعني. فمصطفى ما كانش من الناس دي خالص في بدايه حياته. شاب عادي جدا، راجل كان في مدرسته، زمايله في المدرسه في اعدادي، وكان هو دبلوم صناعي، كان واخد دبلوم صناعي. لحد الدبلوم دي عمره ما عمل مشكله مع حد. واحد مسالم ملوش في اي حاجه خالص. صحي الصبح لا الباب بيخبط عليه، مباحث اسم الساحل بتقبض عليه ليه؟ مصطفى قال لك متهم في قضيه وعليه حكم تنفيذ حكم 6 شهور، ما يعرفش عنه اي حاجه. راح الاسم قال لك اكيد يعني في حاجه غلط، مش هو. ايه ال6 شهور دول؟ قال لك قضيه سرقه. يطلع ايه الموضوع بقى؟ يطلع ليه ابن عمه اسمه علي، كان شقي ويعني كان ليه نشاط مش مظبوط، خارج عن القانون، ارتكب قضيه، اتمسك. كان ايام في الفتره دي كانت البطاقات بتاعت بطاقه الورق. فهو فعلا كان مقطع البطاقه، معهوش بطاقه. جابوه، هم عارفين ان هو مش الساحل. اسمك ايه؟ اكيد قال اسمه مصطفى. بدل ما يحط علي قام حاطط اسم مين؟ مصطفى محمد ابو زيد. مصطفى راح في القضيه دي. طبعا علي ده خلاص هو دبس ابن عمه، وراح مصطفى اتحبس. ودي الرد على سؤالك، نقطه التحول في حياه الترماي. مصطفى بقى المسالم ده اللي هو كان عايش حياه طبيعيه، ليه اخوات، كان والده شغال مع عمه تبع على عربيه نقل، كانوا يعني اسره بسيطه جدا وهاديه، مفيش اي مشاكل خالص. وليه كان 5 اخوات، وكان ليه عزت برضه زيه كده، مسمينه عزت الطور. كان قوي جدا برضه جدا، ما حدش يقف قدامه في المشاكل برضه. وليه اخ اسمه محمود، والملاح والشحات. دول اخوات مصطفى. وكان ليه 3 بنات، وكان في واحده من اخواته عندها بنت اسمها نوسه، فهو كان بيحبها قوي، كانت على طول معاه، فكان بيعتبرها بنته يعني. عشان كده قالوا له انت ابو نوسه. ابو نوسه، كانوا مسمينه ابو نوسه. فلما قضى ال6 شهور، انت عارف بقى طبعا ايه، شاب ولسه داخل حجز واتحبس ظلم ومحبوس ظلم. اول ما دخل المساجين بقى تشتغل على بعض، وانت منين ومش منين وبتاع. طبعا هو داخل راجل هادي خالص، شاب عادي جدا، ولا دخل حجوزات ولا يعرف مساجين ولا الجو ده خالص. فطبعا يعني كانت ليلته سودة اللي سأله ده. فقال له ابعد بعيد عني، كلمتين في الحجز، ابعد بعيد عني، وسابه وراح قعد على جنب. سلط عليه 2 3 اللي ماسك الحجز، الجو بقى اللي هو بتاع الحجوزات ده زمان، قام سلط عليه 2 3 قاموا يتخانقوا مع زي الافلام كده. راح قام قايم واقف، بيقول لك قام ضارب اللي بيكلمه ده قلم بس، سففوا سنتين كده من سنان. مع الايد الجامده دي بصراحه. ده كويس اتكسروا سنتين بس. طبعا في الحجز كله ايه، استغرب على اللي حصل. ده جاي يمسك فيه ضرب فيهم. بقى مصطفى الترماي بقى قاعد هو اللي ايه، الكينج بتاع الحجز، كبير الحجز. كبير الحجز.
قعد ال6 شهور دول اتصيد طبعا. اتصيط وراح سجن ترى، اتحبس ال6 شهور، كمل ال6 شهور في ترى، بقى مشهور جدا على مستوى السجن بقوته، زي ما حصل معاه في الحجز، راح برضه عمل مشكله واتنين في السجن لحد ما فرض سيطره في السجن. وفي السجون هو ما كانش بيحب الحراميه خالص. وفي الفتره دي كانت ظاهره النشل في الوسائل المواصلات، كان في النشالين كده في الثمانينات صح؟ الثمانينات والتسعينات. كان هو بقى مصطفى الترمي يعمل ايه؟ هو خلاص لما دخل جوه بقى عارف الحراميه دول شكلهم ازاي والكلام ده كله، خد خبره. فبقى ينزل في ميدان فيكتوريا في شبرا، الاتوبيس جاي، وكان حتى الاتوبيسات اللي فيها الحراميه معروفه، يوم الجمعه مثلا وائل رايح يشتري حاجه من سوق الجمعه فيصطادوا، عارفين ان معاه فلوس، عارف ان ده معاه فلوس. المهم كان يوقف الاتوبيس في ميدان فيكتوريا ويبص كده بعينيه، يلمح الحرامي في النشال في الاتوبيس، يقول له تعالى لي، نزل. يوم منزله من الاتوبيس، واخد ايه؟ يقول له انا لسه سارق. يوم مرجع المسروقات للي قاعد في الاتوبيس. لو لقى مثلا من حد تاني كان يعني مثلا راكب في اتوبيس تاني ومعاه محصله بتاعت اتوبيس تاني، دي بياخدها حلال خلاص. انت فاهم؟ ياخدها دي هو والرجاله. تاني حاجه كان بيفرض اتاوه على تجار المخدرات اللي في المنطقه والمناطق اللي حواليه. بتبيع مخدرات يطب عليك كده، تعالى ياخد منه فلوس، ولا كان بيشرب سجاره ولا مخدرات. بعد كده الامر بيتطور شويه بشويه، يتصاحب بقى على الناس اللي كانت موجوده معاه في الحجز والسجون، خرجت. ففي عندهم مجموعه عندهم مراقبات في الاسم، فبقوا رايحين جايين على الاسم يعدوا على مين؟ على ترماي. ترماي عامل بقى زي مكتب خدمي للمسجلين وارباب السوابق، عايز يلم العزوه بقى حابب جو العزوه ده. فاصبح هنا معاه مجموعه من ارباب السوابق والمجرمين، مجموعه تانية اللي بتشتغل على الحراميه والنشالين، مجموعه بتشتغل على تجار المخدرات يثبتوهم. بقى فرض سيطره على كل اللي خارج عن القانون، يعني هو بيفرض سيطره على اللي خارج عن القانون. هتقول لي طب كان متساب مثلا، الشرطه كانت سايباه بتاع، كان في ملاحقات واتحبس، بقى ابتدى يخش في السكه بتاعت الحبس، اتعود بقى على الحبس، اتعود على الحبس، ياخد سنه ويخرج، سنتين ويخرج، يضرب نار في واقعه. الصيت بيزيد كل ما يتحبس في مكان جديد، يفرض سيطره فيه فيتعرف فيه. المهم في الفتره دي زع صيته جدا. وكان برضو الترند ساعتها افراح الشعبيه، كان افراح المسرح، فلان بقى سمعني ترماي وشين شين شين، شاوت شباب شبرا، شاوت شباب شبرا. قبل ما يحصل معاه الصدام اللي احنا هنحكي عليه، كان دخل في اول ما شرب مخدرات دخل على الكبير على طول، على الماكس. ايه اول صدام حقيقي لمصطفى الترماي؟ جاله واحد من بره مصر يعكنن عليه في الصيت بتاعه، الصدام مع عبد الله الجدي. عبد الله الجدي طبعا ده كان اسطوره، هو كمان من اساطير شبرا، من معالم شبرا مصر في الاجرام. يعني تلاقي الشباب يقول لك عبد الله الجدي الله يرحمه، حاج عبد الله المعلم عبد الله الجدي ده كان مدوخ المافيا. عبد الله الجدي كان عميد الاشقيه، حد جنتل قوي، لبسه حلو، شكله وسيم. والراجل ده كان عايش في ايطاليا، وكان ذكي جدا 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 لدرجه كبيره، يعني اتقال انه نصب على المافيا الايطاليه دي اللي كانت شهراه جدا. فلما نزل مصر كان قاعد فتره في ايطاليا، كان هو شقي في مصر وسافر ايطاليا، قعد فتره في ايطاليا. الفتره دي اللي كان مصطفى الترماي شغال فيها. وقبل دول بقى كان في واحد اسمه ايه، علي كفته، اقدم واحد بقى في الاشقيه، يعني يقول لك ده اللي علم الناس دي الشقاوه يعني. فعلي كفته وعبد الله الجدي دول الناس دي اساطير. يمكن شعبان عبد الرحيم بيغني لهم، قال لك سلم لي على عبد الله الجدي وعلي كفته حبيب الكل، صح؟ ما لسه في اغنيه كان على عبد الله الجدي ده. فالمهم عبد الله الجدي لما نزل من ايطاليا، وعلى بقى الحكاوي اللي بتتحكي والناس اللي كانت موجوده معاه، كان معاه واحد صاحبه برضه هربان معاه، قال لك كان مطلوب، المافيا كانت بتدور عليه في ايطاليا. حكاوي بقى اللي بتتحكي في الشارع، هل هي حقيقيه مش حقيقيه؟ هي حكاوي اوريدي اتحكت والناس صدقتها، وبقى مشهور بيها جدا. ليه؟ لان هو اصلا كان شقي. عن عبد الله الجدي اللي هو عبد الله الجدي اللي هو ابن نفس منطقه مصطفى، من نفس منطقه مصطفى. هنا الشارع بيتكلم على مصطفى الترماي. الترماي تصحى الصبح الترماي راح، الترماي جه، ده خدم واحد في السجن الفلاني، ده انا بنزل الحجز على اسم الترماي. يظهر هنا عبد الله الجدي بموضوع بقى ايطاليا وبالمافيا. يعني مصطفى الترماي انت عملت لك خناقتين ثلاثه واتحبست في طوره، لا انا كنت في مافيا، في مافيا، ده انا كنت في ايطاليا. لما زعصت عبد الله بقى، عبد الله الجدي في منطقه شبرا، الترماي حس بغيره، رغم ان عبد الله الجدي اكبر من مصطفى ب 10 15 سنه. وكان مصطفى يعني متربين كلهم جنب بعض، هم كلهم في شارع اسمه عزيز خليل، والبيوت جنب بعضها،
ومنطقه شعبيه وائل، والاسر كلها والاخوات والكبار والعمام كل دول صحاب مع بعض، اي واجب زي مناطقنا كده الشعبيه، اي واجب متواجدين مع بعض، صح. افراح مع بعض. وكان زمان يمكن اكتر بقى من دلوقتي بكتير. عبد الله الجدي كان قوي بس ما يجيش حاجه جنب مصطفى. القوة الجسمانية. القوه الجسمانيه، ولكن قوه العقل، عنده ذكاء جدا وقوي جدا، عقله فظيع. انا بقول لك كان شغال في المافيا فعلا، يعني هو كان في المافيا دي ما فيهاش كذب، يعني هو كان من عصابه، من ضمن افراد عصابه المافيا، وكان قلبه ميت مش 100% بقى، اعلى درجات، في اقول من هنا لبكره في القلب الميت. وفي نفس الوقت جدعنه ولاد البلد، لا عمره يجي على حد ولا يتخانق مع حد من المنطقه ولا الكلام ده خالص. الناس طبعا عبد الله الجدي، عبد الله الجدي، الافراح بقى بدأ ياخد وزي منه ما قلت الصيت لك كده. كان شعبان عبد الرحيم ده لسه بيغني صغير ومش عارف مين الفنانين بقى كمان الشعبيين بتوع زمان والافراح والكلام ده كله، عبد الله الجدي، عبد الله الجدي. هنا بقى الغرور خد مصطفى، ان انا يعني انا مصطفى الترماي. للاسف بيحصل هنا بقى الصدام اللي هو ما بين القوه والعقل. مصطفى زي ما قلنا خدوا الغرور، فراح بعت لعبد الله الجدي واحد من عنده، قال له ايه، روح انده لي عبد الله الجدي خليه يجي يقعد معايا وبتاع، انا عايزه. فعبد الله قال له انا مش هروح لحد، لو مصطفى عايزني يجي لي. فالمرسال راح قال لمصطفى ايه، اكيد ما نفس راحش زي الكلام. ما هو ده، اكيد طبعا سخن كمان بالتحابيش. الله ينور عليك. هتلاقيه قال له مثلا مين مصطفى ده اللي انا اروح له. يوم واحد اسمه سيد شراره صاحب مصطفى قاعد معاه ياخد الكلمتين، مصطفى سخن، سيد شراره ده اللي سخن جري خد بعضه وراح لمين، جري على عبد الله، على عبد الله. انزل لي عبد الله، انت بتقول كذا وانت بتقول كذا، انزل لي لو راجل انزل. وماسك طبنجه في ايديه وعمال يشوح في الشارع، انزل انزل وقام ضارب طلقه كده في الهواء ودخل جري. عبد الله بص له من فوق قال له اطلع لي. انا ما نزلش، اطلع لي. سيد شراره طلع يجري على السلم، عبد الله ساكن في الدور الرابع، خلاه طلع له. يوم عبد الله الجدي نازل من المنور على المواسير بتاعت الصرف الصحي من الدور الرابع للدور الارضي، وينزل من المنور يخش مدخل البيت تاني، يبقى هو اللي ورا شراره ويطلع على السلم على طراطيف رجليه ورا شراره، رصده من ظهره واداله طلقتين موته في الحال على السلم. هنا شراره وقع مات. عبد الله طلع تاني على الشقه، الدماغ بتشتغل، اتصل بالشرطه في قضيه قتل، واحد جه يضرب واحد بالنار، وجت القوات تجري اسم الساحل. هنا دور مصطفى ايه بقى، مصطفى اتحط مع الشرطه، يعني عبد الله الجدي لبس مصطفى مع الشرطه. ازاي بقى، مصطفى لما صاحبه مات الجدعنه والرجوله ده مات بسببي، ده انا هروح اولع الدنيا، والا ما بقاش بقى مصطفى الترماي. خد الطبنجه والطلق وطلع على بيت عبد الله. طبعا البيوت زي ما قلت لك مسلمه على بعض هنا، مسلمه على بعض، ده يضرب نار من هنا ده يضرب نار من هنا. الشرطه جت حصروا مربع ضرب نار. عايز اقول لك مثلا انت لو ظابط مباحث في يكشي يموتوا بعض الاثنين ونخلص، صح. يعني بالبلدي كده يا رب يموتوا بعض، فبيضربوا بعض بالنار، واهالي تصوت وده ينزل واطفال تصرخ. الشرطه دخلت. المهم مصطفى في بيته بقى في مجموعه محاصره مصطفى ومجموعه محاصره عبد الله. فعبال ما الشرطه وصلت وحصرت المكان كان حصل الاشتباكات ما بين مصطفى وبين افراد شرطه. مصطفى اشتبك خلاص مع الشرطه، اشتبك معاهم خلاص. الموضوع بقى مع مصطفى والشرطه، والناحيه الثانيه عبد الله الجدي والشرطه. عبد الله محاصر كده، محاصر بس مفيش اشتباك. هو اشتبك مع مصطفى وخلع. تخيل يعمل ايه، اتنكر في زي واحده ست ونزل من سطح لسطح البيت لمواسير لكذا كذا كذا، نزل في الشارع عدى من قدام العساكر كده ومشي. هنا مصطفى هرب هو كمان، راح قعد في حته في ابو الغيط. بقى مصطفى يسال عبد الله الجدي اتقبض عليه، لا طب هربان فين، مش عارفين هربان فين. فمصطفى بيطارد عبد الله الجدي وعايز الشرطه تقبض على عبد الله. فكل ما يسال اتقبض عليه ما تقبضش عليه، يقوم عامل ايه من غيظه، يقوم نازل اي حد كان ليه علاقه بعبد الله الجدي في شبرا ينزل يضرب على بيته نار، او يستناه بالليل بتاع يجي بمكنه يضرب عليه نار، يصيب واحد يضرب على واحد. عمل انتقام رجاله عبد الله، عمل مش صداع بقى، روشه لاسم الساحل. اللي هو فادي الحبشي كان عامل اكمنه لمصطفى،
فنزلوا قبضوا على واحد اسمه رضوان الصعيدي، كان يعني هرب مصطفى، ورضوان ده قعد شهر محبوس على اساس يوصلهم كان شريك في الجريمه ان هو هرب مصطفى. وبعدين ما قدروش يوصلوا لمصطفى من خلال رضوان ده صاحبه، وهم حابسين رضوان وبيدوروا على مصطفى. تخيل يعني في ناس من المنطقه بتقول لي كان مصطفى ده بيجي يبات في البيت بتاع رضوان، ولكن مصطفى كان عايز يعني يشوف اي خيط يوصله لعبد الله عشان يروح يموت عبد الله. ويمكن لو كانوا وصلوا ما تعرفش ايه اللي كان ممكن يحصل، يعني فاهم، 2 اشقياء كبار يصطدموا ببعض، ده صح، واحد تاني هيموت التاني. وبعدين بيتم ضبط مصطفى الترماي وهو في ابو الغيط. نجحوا بقى مباحث القاهره مع مديريه الامن والكلام ده كله ان هم يظبطوا مصطفى الترماي في ابو الغيط وياخد حكم 10 سنين. خد 10 سنين في مقاومه السلطات وحيازه السلاح الناري واصابه عدد من افراد الشرطه وترهيب الاهالي، وقضيه طبعا كانت كبيره جدا. خد 10 سنين. عبد الله الجدي من ناحيه تانية، القضيه اللي اتعملت له اللي هي المشاجره بقى، طبعا كانت مشاجره والراجل ده كان جاي يقتله، فتعمل القضيه كانت يعني دفاع عن النفس، واتحط له بقى طبعا السلاح الناري والكلام ده اتحرز له، وراح سلم نفسه. وكان عنده عربيه تريلا مقطوره، اما نزل من ايطاليا راح باعها عبد الله الجدي، ودفع ساعتها اتعاب القضيه 25,000 جنيه، في وقتها كانوا رقم كبير جدا، واتحكم عليه بالسجن 3 سنين. عبد الله الجدي خد 3 سنين، ومصطفى الترماي خد 10 سنين. مصطفى الترماي لما دخل السجن كان في برج العرب، كان بيسموه سجن الغربانيات في برج العرب باسكندريه. اتقابل بقى مع الناس اللي هي القديمه برضو، يعني كان من الاشقياء القدام ميمي بحريه ومش عارف ومحمد الاحمر، ناس دول اشقياء برضو مشهورين بالجدعنه، اسكندريه صح، وفرج الاسود وكل دول كانوا في سجن برج العرب. دول من اسكندريه. اتقابل بالمجموعات دي جوه، وكان له وضعه. كان في واحد اسمه ابو سريع، ده كان سلمه قبل كده، ارشد عليه وهو هربان من واقعه، كان في الجيزه عند اخوه الشحات في بولاق الدكرور. ولما جم يقبضوا عليه، الواقعه دي يعني افتكرتها دلوقتي، لما جم يقبضوا عليه راح امن مركزي حصروا منطقه، جزء كده في منطقه بولاق اللي كان هربان فيه عند اخوه ما كانش له في حاجه يعني، اخوه الشحات. وفضل يضرب نار واحتجز مجموعه في شقه، نط من بيت لبيت، احتجز اسره كامله باولادهم في الشقه، وقعد يضرب نار من عندهم من الشبابيك. وكان ساعتها زي ما قلت لك برضو كان اسماعيل الشاعر، اللي هو اسماعيل الشاعر، قبض عليه. وعرف بقى اللي سلمه واحد اسمه ابو سريع. فلما اتحبس ال10 سنين عرف ان ابو سريع فين؟ في السجن الغربانيات. في الغربانيات. ابو سريع عايز يتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. يعني ابو سريع قال لك ايه، اخلص على مصطفى او اكسره في السجن قبل ما هو يعمل معايا كده. بقوا الاتنين بيتربصوا مع بعض جوه السجن. ابو سريع ده اتفق مع ولد مسجل كده، قال له في واحد كذا، كان لسه في اول ايام مصطفى في السجن، وانا هفتح لك الباب. كان ابو سريع برضو ماسك مفاتيح حاجه اسمها الماستر، مفاتيح البوابات. فالواد المسجل بص كده من النضاره بتاعت الباب، بيسموها النضاره، بيبص على المساجين جوه، لقاهم نايمين ومصطفى الترماي نايم. قال له انت تخش هتعوره، تضربه في وشه وتخرج، وانا هقفل الباب وراك. ابو سريع معاه المفتاح بتاع الزنزانه بتاعت عنابر. الولد من خوفه قام ضارب مصطفى ضربه خدشه، جت خدش بسيط. طبعا هو لو صحي كان كله خدشه وجري بسرعه، قام الباب اتقفل عن طريق ابو سريع. حصل بيقول لك السجن ده حصل له زلزال. ده مصطفى ترماي اتعور، مصطفى ترماي اتعور. المساجين كلها بتحب مصطفى، يعني بيحبوه خوف وفي نفس الوقت بيحبوه برضه جدعنه. حصل دربكه في السجن. كان ايام اللواء عمر الفرماوي كان مدير مصلحه السجون، واللواء عمر الفرماوي كان محبوب للمساجين، كان قوي جدا وفي نفس الوقت بيعرف يسيطر على السجن، كلهم بيحبوه. كان مانع اي تعذيب للمساجين، كان اخرك حجز انفرادي. هو دلوقتي عارف ان ابو سريع هو اللي عمل اللقطه. ومصطفى قال خلاص مفيش حاجه والموضوع انتهى تمام، ده ولد صغير وهنعرف هو عمل كده ليه. طبعا هو سامح الولد وقال لهم ما عمل له حاجه، ده عيل صغير. الولد طبعا اترعب، قعد يفتش. طبعا هو عارف ان الموضوع ده ورا مين، لابو سريع، لحد اما قابله وتاكد 100% ان هو اللي بعته. راح قام ضربه ضربه يعني كانت مشهوره جدا في السجن، ان هو كسر ابو سريع ده. وبعدها على طول مسك هو الماستر بتاع السجون، وبقى هو المهيمن على الزنازين. يعني حد من المقربين لمصطفى حكاها لي، وكان محبوس معاه في نفس السجن، قال لك لما كانت بيحصل مشكله وكان اللي هو عمر الفرماوي يحب يقول له لم لي مصطفى على الموضوع، كان بيعمل كده، يلا يا شباب كله يدخل جوه. فكانوا بيسمعوا، شوف انت الزحمه اللي كانت بتبقى قدام السجون،
ايوه حصل. والفوضى دي في ثانيه، في مجرد ما بيسقف كلمتين. كده كلمتين كان كله بيسمع كلامه، عشان كده هو مسك برضه مفاتيح المصري، صح؟ ده حقيقي، كان مسيطر سيطرة كبيرة جدا في السجون، مشهور جدا. خرج بعد ال10 سنين، تتوالى بقى الانتكاسات. يقول لك بقى كان مثلا ايه، نزيه في لبسه وبتاع، بس قاعد بقى لابس شورت وشوز وكلبين وقاعد في الشارع بقى، يعني ايه. وفي الفترة دي تعرف على ناس كانوا برضو يعني شلته وجردات كانت بتشتغل في شارع الهرم، وخدوه لسكة شارع الهرم، النايطات بقى، يروح يسهر والكلام ده كله، ويفرض اتوات على اللي هم بيفرضوا اتوات على بتوع شارع الهرم. الموضوع ده تمادى معاه فترة، وبيتوسع تاني ويتحبس تاني ويخرج. واخر حاجة بقى حصلت، اتحبس في حاجة غريبة جدا، يعني عارف انت، شوف كل التاريخ الاجرامي ده، واتحبس في واقعة مضحكة بصراحة. واحد صاحبه من صحابه من الاشقية برضه بيهزر معاه، فقال له انت معاك طبنجة؟ قال له اه معايا طبنجة. قال له يا راجل، يعني انت قاعد بالطبنجة كده في الشارع؟ قال له اه معايا الطبنجة، والطبنجة في جنبي في ظهري ايه. قال له طب لو معاك الطبنجة ضربني، طلقه. اديني طلقه هنا كده ورا كده، بهزار كده. قال له اديلك طلقه فين؟ قال له ورا كده. قام لافف له كده بظهر، قام طلع الطبنجه، قام مديله طلقه في مؤخرته كده. ما كدبش خبر. اداله طلقه 9 مللي. الراجل خد الطلقه وسقط، صاحبه جات له في وركه كده من ورا تحت منه، وخد الطلقه ما ووقع. بيهزرش الترماي. اتعمل له شروع في قتل. كانت امتى يا محمد؟ دي كانت حوالي 96 97. وبعديها خد 5 سنين وخرج، جه يستعرض تاني ويعمل اللي كان بيعمله. قالوا له بقى ثانية اقف عندك كده، جواب اعتقال. تم اعتقاله في 2002. دخل السجن، كان بقى كل حاجة. أول لما خد ال5 سنين وخرج، كان الكيرف بتاعه بينزل بقى. صحابه اختفوا، اللي اتحبس، اللي مات، اللي كذا اللي كذا، كل التاريخ بتاعه بينزل، وبيلاقي نفسه وحيد. ولما بيتسجن عايز يرجع زي ما كان مسجون ال10 سنين وال5 سنين والجو ده كله، يعيش الأجواء دي تاني. لا، الموضوع متقفل، وابتدى يتحط في الحجز الانفرادي، اللي تسبب له طبعا يعني بحاله نفسيه. طبعا هو بقى مش لاقي نفسه، وفي نفس الوقت كان مريض وتوفى. ما عادش شهرين في السجن وتوفى في سجن برج العرب. صعبت عليه نفسه. ثابت عليه نفسه بقى، والتاريخ بقى بتاعه اللي هو كان عايشه ودي يعني نهاية الأساطير اللي هي بتبقى الأشقية اللي احنا دايما بنتكلم عليهم. ده تلاقي في الآخر خالص بتلاقي نهاية لا راح ولا جه. يعني هو طبعا لا اتجوز جوازة ناجحة ولا خلف. هو كان اسمه أبو نوسة زي ما قلنا في الأول. دي كانت بنت أخته اللي هي كانت موجودة معاه، اللي كانت بتراعيه. طبعا واحد قضى حياته كلها في السجون يعتبر، وفي الإجرام. فالنهايه بتاعته كانت اكيد هتبقى يعني زي ما احنا بنقول، لا اما بيبقى في صدام بيموت مقتول، لا اما بيبقى مسجون، وهكذا. يعني يا محمد، كانت قصة النهاردة مصطفى الترماي كانت قصة يعني كبيرة جدا، ولكن مصطفى الترماي اختار الطريق الغلط. مصطفى الترماي كان شخص كويس، اتجه لطريق السوء، ودايما طريق السوء بتكون يا آخرته يا إما ندم أو موت أو سجن. دي كانت تفاصيل حلقة النهاردة من بودكاست الأشياء. نلقاكم في حلقة جديدة. سلام الله عليكم.